اللي ما خزنش مانجا يخزن، علشان موسم المانجا خلاص هيخلص. يلا بينا بقى نخزن مع بعض. انا جبت مانجا من دي بيكون فيها لحم كتير، وكمان بتتقطع بسهولة. قشرتها بقى، بس طبعا الاول غسلتها كويس بالفرشة دي. بعد كده ابتديت ان انا اشيل الجزء اللي لونه اخضر ده، وقشرتها كلها، وهبتدي ان انا اقطعها. هنبتدي بقى نمشي بالسكينة كده فوق البذرة على طول، عشان ناخد اكبر كمية من اللحم. وطبعا السكينة تكون حامية عشان المانجا ما تتهريش. ونشيل كده الجوانب. وبعدين بقى اخر حاجة الجزء اللي فوق. بعد كده بقى بنبدأ نقطعها مكعبات وشرايح حسب ما تحبوا. انا قطعت شرايح وقطعت مكعبات. بعد كده بقى جبت بولة هتبقى هي المعيار بالنسبة لي. تقدروا برضو تستخدموا الميزان، علشان كل الكمية تكون زي بعض، يعني لما نخزن كيس يكون قد الكيس التاني. بس وبنشيلها بقى في اكياس تلاجة وبنخرج منها الهواء. وما تقلقوش، مش هيحصل لها اي حاجة ولا هتغير لونها ولا طعمها. المانجا بتتخزن من غير اي اضافات. اما بقى المانجا الشرايح فانا حبيت احطها كده في اطباق فويل، علشان ما تتهريش. وبرضو بنشيل الكمية حسب الاستخدام. وبس كده بنكون خلصنا تخزين المانجا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب.